السر يراد به ما يطلب حفظه من الكلام، أن يسارك أخوك بشيء من خصوصيات أمره وشؤونه، ربما يكون اضطر إلى ذلك لاستشارة مثلا أو نحو ذلك، فواجب حفظ سر المؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. ومن الأمانة أن يحفظ سر من ائتمنه، قد يفشي إليه سرا ليستشيره، ليستنصحه، ليطلب منه رأيا أو نحو ذلك، وقد يكلفه أيضا بعمل خاص به، فيجب أن يحفظ سره. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب، وسيأتي فيه بعض الأحاديث، ما يتعلق بالخصوصيات التي بين الزوجين من معاشرة ونحوها. هذا سر خاص لا يجوز لأحد منهما أن يفشيه، بل جاء في هذا وعيد وتهديد. ولهذا يجب أن يعرف أن من آداب الشريعة العظيمة، ونحن في كتاب الآداب، من آداب الشريعة العظيمة حفظ السر. المقصود بحفظه أي عدم إفشائه، المراد بحفظه عدم إفشائه وكتمان السر. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويدخل حفظ السر في الوفاء بالعهد، لأن من سار أخاه بشيء من القول استنصاحا أو استشارة أو غير ذلك وطلب منه كتمانه، فهذا عهد لازم يجب الوفاء به. وسواء كان طلب منه كتمانه بأن سواء قال إنه أو طلب منه أن يحفظه، أو عرف من قرائن الأحوال وقرائن الكلام أنه من خصوصياته. يعني لا يلزم أن يقول: احفظ هذا السر، أو أسألك بالله أن لا تفشي كلامي هذا. لا يلزم، يعني لو عرف من قرائن الأحوال أنه لا يريد أن يفشي سره، فيجب عليه أن يحفظه، وهذا من آداب الشريعة العظيمة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: ذكر الآية في حفظ السر لأنه مما يعتاد التعاهد على كتمانه، إما لفظا أو بقرينة الحال. إما لفظا، هذا واضح، أو بقرينة الحال، يعني يظهر من قرينة حال إخباره بالكلام أنه لا يريد أن يذكر ذلك، حتى وإن لم يصرح بطلب عدم إفشائه أو طلب كتمانه أو نحو ذلك. نعم.